التوحد كان سبب لقطة الموسم في ال NBA وربما في الرياضة عموما في 2025. حدث ذلك في مباراة مينيسوتا تيمبرولفز ونيو أورلينز بيليكنز. بطله كان الأسترالي العجوز جو إنجلز، أو بالأحرى عائلته وتحديداً ابنه جيكوب المصاب بالتوحد، والذي لم يستطع أبداً مشاهدة أي مباراة كاملة لوالده في مسيرته الطويلة، أو كان لا يحضر المباريات من الأساس بسبب حالته الصحية وتأثره بالضجيج والزحام. عمر جو 37 عاماً وهو في سنواته الأخيرة وعلى مشارف الاعتزال، لكن القدر شاء أن تتحسن حالة جيكوب أخيراً، فسافر هو وعائلته لمشاهدة مباراة مينيسوتا أمام يوتا جاز، لأن العائلة عدا الأب لا تزال في مدينة أورلاندو حيث لعب إنجلز قبل الولفز، والسبب وجود مدرسة بتقييم ممتاز في رعاية الأطفال المصابة بالتوحد. لكن للأسف إنجلز لم يشارك في المباراة لأنه وبسبب عمره لم يعد لاعباً أساسياً. وحين علم مدربه كريس فينش وزملاؤه بوجود جيكوب، قرر منحه الفرصة ليبدأ مباراة بيليكنز أساسياً، ولتخطف عائلة إنجلز الأنظار في المدرجات، وصغير جيكوب يشاهد والده لأول مرة بفخر وحماس. المدرب كريس وزملاء إنجلز قاموا بتغيير خطط اللعب خصيصاً من أجل جيكوب، ولحسن الحظ فاز مينيسوتا بالمباراة ولعب إنجلز 7 دقائق. وأنت، ما هو أجمل موقف إنساني شاهدته في ملاعب الرياضة مؤخراً؟